الذي شغل الرأي العام منذ قدوم سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ولاية قسنطينة. تم نزع قبعته وتقبيل رأسه، ما جعل الفرحة تدخل في قلب هذا الفتى. سيدي الرئيس جا قلت له ربي يحفظك، وقعدوا لي دزو فيا، ومن بعد هو قال لي روح بعد الغاشي بيديه، ومن بعد الحال كاسكيطه لبسه وبسنا على راسي. الله فرحني بزاف. في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20 ظهر في أمريكا ما يسمى بالصحافة الصفراء، وهي صحافة رخيصة تعتمد على البوز كظاهرة صحفية تضخمها وتكبرها وتقدمها للمجتمع. وسميت بالصحافة الصفراء لعدة أسباب، منهم من قالوا أنها كانت تشتري الورق الأصفر الرخيص للطباعة، فقيمة الخبر من قيمة الورق المطبوع عليه، وقالوا أن اللون الأصفر له دلالة على الشحوب، على المرض، على التدهور إلى آخره. والصحافة الصفراء هي التعبير رمزي على أن الأمور تدهورت في البلد. ومنهم من نسبها إلى شخصية كرتونية، وهو طفل صغير يلبس رداء أصفر أصلع اللون، يقول كلام فاحش ولا يقول الحقيقة ويخادع ويراوغ، فنسبوها إليه لأنهم يشتركان في نفس القيم المنحطة. باختصار، الإعلام الرخيص دائما ما يكبر ويضخم الأخبار التافهة، ويتجنب نقل الأخبار الحقيقية والأخبار المهمة للمجتمع تخوفا وتهربا من مسؤوليته الأخلاقية والمهنية. ما ينقل لك خبر يهمك، ما يتورط معك، يجيب لك حاجة تافهة ويكبرها لك. الإعلام الرخيص دائما ما يعامل الشعب على أنه مجرد مستهلك فاقد الأهلية العقلية، فيزيف الحقيقة ويدفن الواقع وسط كم هائل من التفاهة. هذا الشيء حتى يخلق لك واقع أنت لا تعيشه، ويقنعك بلي هذا هو الواقع وانت هذا وش تستاهل. الإعلام الرخيص راهو يقول لكم أنتم شعب لا يستحق العيش أفضل مما هو عليه الآن. وتهلا.